صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. أنا خلود ودي قناتي، قناة فضفضة، نتكلم فيها عن مواضيع مختلفة ومتنوعة. أتمنى إن هي تعجبكم. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. هنتكلم النهاردة عن شوية حاجات تزود الوقت بتاعنا وتخلي عندنا بركة في يومنا. بما إننا مسلمين فالمفروض أكتر حاجة نهتم بيها هي عبادتنا وعلاقتنا بربنا، وهو ده اللي هيخلي يومنا مليان بركة. احنا ممكن نكون منظمين يومنا ومحددين احنا هنعمل فيه ايه، بس نكون مأهملين في الجانب الديني بتاعنا وفي علاقتنا بربنا، فبالتالي هيكون اليوم بتاعنا مفيش فيه اي انجاز. فاحنا عايزين نوصل لمرحلة ان الحاجة اللي احنا بنعملها في 4 أو 5 ساعات احنا نقدر نخلصها في ساعة واحدة. من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا على كده هي اننا نبدأ يومنا بدري، يعني نصحى بدري وننام بدري. هنلاقي ان اليوم بتاعنا في كله انجازات، على عكس ان احنا لو نمنا متأخر وصحينا متأخر هنلاقي ان اليوم كله ضاع. خلينا نحط ده هدف قدامنا. هو اكيد هياخد وقت شوية للناس اللي مش متعودة ان هي تنام بدري وتصحى بدري، بس اهم حاجة ان احنا نمشي عليه لمدة من الوقت، هتلاقيه بقى حاجة اساسية في يومك. وان احنا ما ينفعش ان احنا نحدد مثلا نقول انا هصحى بدري النهاردة، هروح الجيم، هلعب رياضة، هقرأ كتاب. كده غلط، كده مش هتعرف تنجز اي حاجة. لكن علشان تحقق حاجة منهم لازم تبدأ كل حاجة بالخطوات. انا هصحى بدري وهنام بدري، نفضل ماشيين على الكلام ده فترة لحد ما نتعود عليه. بعد كده انا هصحى بدري هروح الجيم، وهكذا نفضل ماشيين عليها فترة، هنلاقيها ان هي بقت حاجة اساسية في يومنا. لكن ما ينفعش ان احنا نقول هنعمل كل ده في وقت واحد او في يوم واحد، هنيجي نبص هنلاقينا محققناش اي حاجة فيه. علشان نعرف نعمل النقطة دي ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، لازم ندخل السرير في ميعاد النوم. نحدد ميعاد للنوم بتاعنا وندخل السرير فيه، وفي الوقت ده بالذات ممنوع ان احنا نمسك الموبايل في ايدنا. احنا ممكن يكون مش جاي لنا نوم، ممكن نقرأ كتاب او رواية، او ان احنا نقول اذكار ونقرأ القرآن يكون احسن، لكن المهم ان احنا ما نمسكش الموبايل معانا في الوقت ده بالذات. الموضوع ده اكيد هياخد مننا وقت شوية وممكن نفضل سهرانين، لكن علشان نقدر ان احنا نظبط النقطة دي كويس، اهم حاجة ان احنا نكون محددين وقت نصحى فيه، وليكن هنصحى الساعة 7 أو 8 كل يوم. فبالتالي هتيجي على اخر اليوم هتلاقيك مرهق وتعبان ومضطر ان انت تنام بدري لان انت صاحي بدري. يبقى ان احنا نظبط ميعاد ان احنا نصحى فيه الصبح، ده هيفرق معانا ان احنا نقدر ننام بدري بسهولة. تاني خطوة هتساعدنا ان احنا ننظم اليوم بتاعنا هي ان احنا نكون قبل ما ننام محددين وناويين احنا هنعمل ايه الصبح. يعني مثلا نظبط المنبه على صلاة الفجر، يبقى انت نايم وعارف انت هتصحى عشان تصلي الفجر، او احنا هنقوم من الصبح عشان رايحين المدرسة او رايحين مشوار مهم رايحينه. ايا كان الحاجة اللي احنا عايزينها، المهم ان احنا نكون قبل ما ننام محددين وناويين احنا هنصحى نعمل ايه. حتى لو هنظبط المنبه نصحى نصلي الفجر، وبعد كده نرجع ننام شوية تاني ونظبط المنبه ونرجع نصحى على الميعاد اللي احنا عايزينه. تاني حاجة تزود البركة في يومنا وتخلينا نبطل كسل هي ان احنا ننتظم على الصلاة في وقتها. الموضوع ده هيفرق معانا جدا في كل حاجة في يومنا وفي حياتنا. بعد كده تالت حاجة هي قراءة سورة البقرة. هي ممكن يكون الموضوع صعب شوية في الأول، والناس هتقول ان هي طويلة واحنا ما عندناش وقت لده، لكن مع الوقت هتلاقي ان الموضوع فرق معاك جدا، وهي هتفرق معاك في يومك بشكل كبير جدا. وهتلاقي بعد كده مع الاستمرار ان انت بتقرأها بسهولة جدا، ولو بطلت ان انت تقرأها هتحس بالفرق. والناس اللي بتقرأها فاهمة انا بتكلم عن ايه. قراءة سورة البقرة هتفرق معاك قوي في كل يومك وفي حياتك بشكل عام. رابع حاجة هي الدعاء واستمرارية الدعاء. اوعى تبطل تدعي، حتى لو نفسك في حاجة بسيطة جدا من وجهة نظرك ادعي ربنا. احنا كلنا بيجي علينا وقت بنكون مش قادرين ناخد فيه القرار الصح، او بنكون خايفين ومش عارفين اذا كنا احنا ماشيين في الطريق الصح ولا طريق غلط. بس الحيرة دي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا دعاء ليها. الدعاء ده بيقول: اللهم اهدني وسددني وانوي بالهداية هداية الطريق والسداد سداد السهم. لو حصل معاك اي حيرة او ان انت مش قادر تاخد قرار صح، ادعي الدعاء ده لربنا، وربنا قادر ان هو يهديك للطريق الصح فعلا.
حافظ على الدعاء ده باستمرار، حاول ان انت تقوله دايما في كل صلاة او في كل وقت تكون محتار فيه في حاجة معينة. ودايما عود نفسك ان انت قبل ما تلجأ لأي حد الجأ لربنا، لان ربنا هو اللي في ايده كل حاجة، ربنا هو اللي قادر يهديك للطريق الصح، ربنا هو اللي قادر يحقق لك اهدافك، ربنا هو اللي قادر يعمل كل حاجة. يبقى اهم حاجة او من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي تخليه يومنا كله بركة، اول حاجة ان احنا نصحى بدري ونصلي الفجر، تاني حاجة ان احنا نصلي على الصلوات كلها على وقتها، بعد كده قراءة سورة البقرة واستمرار الدعاء. بعد كده احنا عندنا اليوم بقى طويل، هتحس ان الوقت طويل جدا بعد ما تعمل كل الحاجات دي، فتقدر ان انت تقسم اليوم بتاعك. اهم حاجة ان احنا نحدد الهدف المهم في يومنا نبدأ بيه، اهم حاجة في يومنا نبدأ هي بيها الاول، بعد كده الحاجات التانية هتلاقيها سهلة وبتتنجز معاك بسهولة. السنة دي قربت تخلص خلاص، يدوب تقريبا لسه فاضل شهر ونص. لازم يكون عندك هدف معين حتى لو محققتوش كله، المهم ان انت تكون داخل 2025 محقق في الهدف ده حتى لو جزء منه وبعد كده تكمله. بلاش ان احنا نحس بالفشل والكسل ونقول ده السنة خلصت خلاص وما عملناش حاجة او مفيش وقت، لا، الوقت دايما موجود، بس حاول ان انت تنوي ان انت تعمل حاجة بجد. اهم حاجة ان احنا نكون علاقتنا بربنا تكون قوية جدا، ونخلينا واثقين ان ربنا قادر يحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه، سواء الحاجة دي كانت حاجة سهلة او حاجة صعبة. لازم ان احنا نكون واثقين ان ربنا قادر يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه، وقادر ان هو يسهل لنا الحاجات الصعبة من وجهة نظرنا. خلينا دايما ما نبصش على قدرتنا احنا، لكن نبص على قدرة ربنا ونتأكد ان هو قادر على كل شيء. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.